اول حاجة هنعملها طبعا هو اللي احنا هنجيبها ونغسلها، ماشي، ونحطها في مصفى زي دي كده. وبعد كده بقى هعمل الخطوات الجاية دي. اهو بمسك الطماطمية دي ماشي واشقها اتنين كده، كل واحدة اشقها اتنين بنفس الطريقة دي اهي كده. وبعدين باجي بقى من فوق واقص هي الحتة دي، اقطع الحتة بتبقى اللي فيها الزعبط الاخضر ده كده، ماشي اهي كده اهي. خلاص، وتبقى بقى كده بالشكل ده كلها كده اهي، برضه اهي كله بقى كده، ماشي اهي اهي، ماشي اهو، شايفين اهو كله مطلعته. وبعدين بقلبها بقى على الناحية التانية كده كده اهو، يعني تبقى الحتة المقطوعة دي تحت كده وهي من فوق كده كده اهو، ماشي. وامسك بقى كل واحدة منهم واقطعها طرنشات كده اهي كده. خلاص خلاص. وبعد كده بقى بضيرها كده كده اهو كده، واعملها بالعرض، اقصها بالعرض كده، ماشي. وهنقطعها بقى اهي، هتلاقيها بالطريقة دي، شايفين متقطعة ازاي اهي. نفس اللي عملته مع الطماطم دي هعمل مع الطماطمتين دولت برضه، هما متقطعين هما شقهم وقلبهم. وبالطريقة دي باكل لغاية ما اخلص الطماطم. وهي بعد ما اتقطعت بالطول ماشي، بس بقى بالشكل ده. ودي بقى قبل ايه بنحطها في الخلاط ايه عشان تنعم. اهي بعد ما قطعتها طماطم، اسهل طريقة. وطبعا اللي بخلصها بروح جايه واخداها كده وحطها في الصينية اهي، اللي انا بقطع فيها اهي 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 كده، يعني كل اللي بقطعه بحطه هنا. وهي بعد ما قطعتها تبقى بالطريقة دي، شايفين الشكل ازاي متقطعة كده. وعلى فكرة ممكن تقطعها انتوا بأي طريقة، المهم تبقى متقطعة حتت صغيرة كده، ماشي اهي. في بيقطعوها على ايديهم من فوق، يعني مش على خشبة، وأي طريقة بقى زي بتاعت السلطة كده، زي قطع السلطة، وتبقى قطع صغيرة. وكده في الخلاط اهي. وبعد بقى طبعا ما نزلناها من الخلاط هنحطها في حلة، ماشي، ونحطها على النار، بس حلة تكون ألمونيوم عشان ما تشطش.
وطبعا هنبدأ نقلب فيها ساعة ما تغلي، كل ما تغلي نقلب فيها عشان ما تلزقش من تحت. كل شوية كده بقلب فيها عشان ما تلزقش. وممكن اوطي عليها شوية. شايفين بتنقص ازاي؟ اهي بتنقص. شايفين التسويق دلوقتي بقت فين؟ كل شوية تنقص، كل ما تثبت كل ما تنقص، كل شوية بتنقص اهي. شايفين بقت لغاية فين دلوقتي؟ يعني كانت فوق هنا، شوفوا لغاية فين؟ ولسه. حذاري حذاري وانت بتعملي الصلصة، شايفين؟ أخطر حاجة الفقاعات دي، شايفين الفقاعات دي؟ لو جاتها حد ولا جات في وش حد صعبة جدا. شايفين؟ خلي بالكم منها. وهذا صبعي ده اهو، ده لسع فيها، شايفين عامل ازاي اهو، اللي عند الحتة اللي هي دي اهي. شايفين؟ انا بقول لكم حذاري وخلي بالكم، والأحسن توطوها شوية. المرة التانية بقول لكم حذاري من الفكاكة ده اهي، من واحدة منهم اهي جت على صبعي اهو، شايفين اهو، وحرقته وبيحرق جدا لغاية دلوقتي عمال يوجعني. انا بقول لكم خلي بالكم، حذاري وانتوا بتعملوا السلطة من ايه بقى؟ من الفكاكة دي. شايفين الفكاكة دي؟ دي فظيعة، لو جت على ايد واحد ولا جت في وش واحد ولعته، وانا اتلسعت منها اهي. شايفين؟ صبعي الحتة دي شايفين حمرا ازاي؟ واهي بعد ما اتسبكت خالص اهي. ماشي، هفرخها بعد كده بقى في برطمانات. وده السمك بتاعها، بشوف عامل ازاي، زي المربى اهو. بعدين هنجيب بقى البرطمان الكبير وهنحط فيه بالطريقه دي اهو. كل شويه بقى ايه نعمله كده عشان ميبقاش فيه فقاعات. وهكذا بقى لغايه ما يخلص، وهكذا.
لغاية ما يتملى للآخر بقى. وزي ما قلنا ايه، لازم كل شوية نعملها كده علشان ميبقاش فيها فقاعات. اهي. ونسيب بقى مسافة عشان نحط عليها ايه وشها شوية زيت. اهي. اهو برطمان كبير اهو. وفي الاخر بقى بنحط عليها كده اهوت شوية زيت. اهو. اهو. وبعدين بنجيب بقى كيس بلاستيك ونقطعه كده اربح كده وبنغطيها اهي قبل الغطا بتاعها ده كده اهو عشان يبقى حاد كده اهو بقى كده. وهي بقى ايه هنحطه في البرطمان كده لغاية ما نملاه بقى. ونتنينا نحط فيه بقى لغاية ايه ما يتملى اهو. وهكذا بقى لغاية ايه ما نحط في البرطمان كله اهو لغاية ما نملاه. وهيبقى بالشكل ده اهو. هيبقى بالطريقة دي اهو. وهنحط برطمانات كبيرة كمان، ده الصغير. وبرضه البرطمان الصغير بنحط على وشه زيت كده ماشي عشان ما يخشلهاش هوا، يبقى طبقة ايه عازلة. وبعدين بعد كده بقى ايه بغطيه اهو. وبعد كده بقى ايه بنفرخها في برطمانات زي دي، ممكن برطمانات صغيرة، ممكن برطمان كبير، ممكن ازازة طويلة، المتوفر عندنا، ونشتغل فيها بقى طول السنة مش هتجرى لها حاجة. بس بعد ما نخلصها بنستعملها نحطها في التلاجة.